عليكم بناتي، ان شاء الله تكونوا لاباس وصحة رمضانكم. اليوم راح نقدموا مع بعضنا شوربه بيضات الجزائريه، وان شاء الله تنجحوا فيها. واليوم ودوك نبداو في المقادير. عندنا صدر تاع الدجاج مقطع مكعبات، وعندنا مرسو تاع الدجاج المقدور اللي عندكم. عندنا البصل مكرفجه، عندنا حبه تاع لفت مكرفجه صغيره، عندنا الحميصه اي مشمخه وطايبه نص طياب، عندنا مغرف تاع سمن، مغرف زيت، عندنا الملح والفلح الكحل ابيض باش ما تجيكش المرقه بيضاء كحله، عندنا عود قرفه، معدنوس ديري شويه من دوك وتخلي تعقدي بيه من الاخر، عندنا حبه بيض نعقدوا بها، وعندنا الروز كمشه تاع روز ما تكثريش منه. ونبدا ان شاء الله في التحضير. بسم الله على بركه الله. نبداو بالمغرف تاع السمن. عندنا 2 مغارف تاع السمن، الزيت، نديرو البصل نص الكميه، هذا راني مكفشه 2 حبات ندير نص الكميه، وندير اللحم صدر الدجاج، نديرو العود تاع القرفه، ندير شويه في الكحل ابيض، الملح، ندير حبيبه تاع اللفت مكرفشه حبه صغيره مكرفشه، معدنوس شويه برك هكذا على نار هاديه. بعد ما قليتها مليح مده 4 ساعات ذاب البصل، ومن بعد مرقها بالماء سخون، وندير الحميصه نص طياب طايبه طيب مع تكمل طيابها مع الدجاج. كي تتغلى ندير الكمشه تاع الروز حسب العيال. الروز ما تكثريناش، لازم تجي خفيفه. قيس 2 مغارف ولا 3 لازم تكون خفيفه. هذه الكميه توكل 6 اشخاص. هاي بسم الله. هاي ليك بعد ما عقدت لنا الشوربه بيضاء، هاي طابت. نعقدوها بحبه بيض شويه في الكحل، ونديروها شويه لاصوص غراف. من بعد ما حركناها رجعوها للقدره ونحركو تاخذ غليه، ومن بعد ندير لها المعدنوس وندير لها عصره قارص ونطفي عليها، وهي واجده. ندير لها عصره قارص شويه هكذا ونطفي عليها. الشوربه البيضاء تاعنا واجده. الله الله، البنه ولونها شباب، وتاكليها بالصحه والعافيه ان شاء الله، خفيفه وبنينه. ها شوفوا هاي قدامكم. ودوك تزيد تعقد. انا ولينا ليكم بعد ما طابت الشوربه تاعنا، شوفوا كيفاش عاقده. شوف تحب معدنوس والقارص، تاكلوها بالصحه والعافيه ان شاء الله، وشهيه طيبه.